أي ذل وصلنا إليه. يا رسول الله، يا رسول الله، لو ترى ما يحدث لنا، لو ترى حالنا، ما الذي يحدث؟ أخشى ما أخشى والله أن يعاقبنا الله بعقوبات شديدة أشد من الزلازل، لا ندري، بسبب خذلاننا لأهل غزة. نعم، بسبب خذلاننا لأهل غزة الأرض تتزلزل، وأهل غزة يذبحون ويبادون، وشبابنا يرقصون ويفرحون ويتابعون المباريات. وعلى سيرة المباريات، نادي سعودي يقدم عرضا بمليار يورو. مليار، تعرف شو معنى مليار؟ 1000 مليون يورو للاعب فينيسيوس جونيور حتى يلعب في السعودية. مليار يورو تقدم للاعب، وقبله كريستيانو ومدري مين ومدري مين. هذه الأموال تقدم للاعبين وللراقصين والراقصات، وبالوقت نفسه الناس تموت جوعا في غزة، الناس تأكل من الحاويات في سوريا وفي اليمن. لماذا يا أمة الإسلام؟ لماذا؟ ما الذي يحدث يا شباب؟ مباريات. ما الذي تستفيدونه من هذا العمل؟ ما الذي تستفيدونه؟ العبوا، ارقصوا، اضحكوا، لا شيء يحدث في غزة سوى بضعة خراف تذبح. العبوا، افرحوا. الاحتفالات هنا وهناك، احتفالات ومهرجانات في تونس ومصر لراقصين وراقصات. قال تخرج راقصة من كم يوم مغنية تغني، طبعا لا تقولوا الشيخ عم يتابع مشان ما حد، بعض الناس تتفلسف، يعني هي تتفلسف كثير. مقطع نشر يعني يسخر من حال المسلمين، طبعا غبشوا صورة الراقصة مشان ما، يعني قلت لكم اللي بيتفلسفوا هذول كثير. ماذا تفعل؟ ترقص وتغني، فالناس من حولها رموا لها بشماغ مرسوم عليه علم فلسطين، فوضعت الشماغ على كتفها، تمام؟ فالناس بدأت بالصفير، الله أكبر، فلسطين حرة، ثم أكملوا الرقص والخمر والفجور. تفا على شرفكم إذا كان عندكم شرف، لعنة الله على شرفكم. فلسطين لن تنتصر بهؤلاء السفنة، فلسطين لن تنتصر إلا بالمجاهدين الأبطال الذين يبيعون أرواحهم في سبيل الله. هذه الأموال التي تدفع يجب أن تدفع إلى هؤلاء الأبطال حتى نأتي بهم ويعلمون الرجولة والتضحية، حتى يعلمون لعبة اسمها مسافة صفر. ابحثوا عنها، مسافة صفر. نعم، هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي عباد الله، هذا الذي يجري. الناس في واد ونحن في واد، والله نستحي أن نضحك، نستحي. استحوا يا عرب، استحوا يا مسلمين، والله ينبغي أن نضع رؤوسنا في التراب. يا أخي ما استطعت أن تنصرهم، ضع رأسك في التراب. الصهاينة نشروا فيديو من كم يوم يظهر 9 جنود صهاينة يغتصبون أسيرا فلسطينيا، يغتصبون أسيرا وليس أسيرة، أسيرا فلسطينيا، في رسالة إلى العرب وإلى الأرض. أي ذل وصلنا إليه. يا رسول الله، يا رسول الله، لو ترى ما يحدث لنا، لو ترى حالنا، ما الذي يحدث يا شباب؟ أما تحرككم الأسيرات؟ أي
أين نخوتكم يا أخي؟ ترفعوا عن دنياكم يا أخي، ترفعوا، هذا ليس وقت اللعب. الأمم تتحزب ضد المسلمين، هناك مؤامرة عظيمة تحاك للشرق الآن. الروافض والصهاينة والأمريكان كلهم جاءوا لقتلكم. اصحوا اصحوا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عن المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم.